المرمى. لدينا كذلك أناس مخير رقم 30، فرجي كرمون 8، عماد السربوت 32، هواري فرحاني رقم 13، سفيان المدن 6. ولدينا هنا فرصة ودادية مع وسام في لقطة هنا شكلت خطورة على دفاعات لوسيس، والكرة طالت إلى أول ركنية. المدن رقم 6، فريد نكوم 4. مبكرة للوداد الرياضي في الثواني الأولى، مرفوعة في القائمة الأول بالراس الراسية، ولكن أوت إلى ضربة مرمى. التشكيلة الودادية واختيارات محمد أمين بن هاشم. هذا هو بن هاشم بأي حلول يمشي بالكرة هنا العرضية داخل منطقة الجزاء، بعيد على سفيان، بعيد على سفيان المدن الودادي السابق. والحكم ماذا يقول؟ هذا هو نور الدين مرابط، أكيد واحد أسماء اللي أساسا في المدن. المدن الآن يرفع كرة داخل منطقة الجزاء والراسية مبعدة. هنا في نهاية المطاف لا زالت مسفيوية، التسديد وبن عبيد في التصدي. المادي بن عبيد في أول اختبار. اسفي جات لكازا من أجل التسجيل. لا تظن بأن اسفي ستدافع طيلة دقائق المباراة، ستكون هناك فترات وستكون هناك اختبارات وستكون هناك تحديات. ثاني في الدوري المغربي، تنقص مباريات مؤجلة في انتظار طبعا الصدارة للوداد الرياضي، بينما الكرة بن عبيد يضغط عليه مهاجم لوسيس. أمامية الكرة وسام غير المسار، هنوري بعد ذلك بانياغوا تكاثروا عليه المدن في دور دفاعي الآن، يخطف كرة لبانياغوا بعد حاول من خلال الكرات الثابتة. نجاري التحضير ممتاز، التسديد والكرة بعيدة تماما على بن عبيد. ياسفي مندفع مع بداية المباراة. هذه ثاني تسديدة للوسيس. طبعا الأهم في هذه المسابقة كيف ما كان وسام بن يدر، عبد الغفور لاميرات، تبادل ممتاز، الصبار يتقدم لكن تدخل من طرف كرمون. وصلت الكرة على اليسار، أيوب بوشتا يرسل كرة طويلة، كرمون بالراس يغطي على الهنو، نائب الأبرز في خط هجومي الفريق الأحمر. هذا كان شريط الأهداف في لقاء وسام، غطوا على وسام، ضغطوا بشكل متقدم على الأميرات. المدن شاري جدا المدن، لكن رغم ذلك وسام يمشي بالكرة الآن، لكن كرمون يا كرمون عدل تنفيذ. صبار يرفع كرة، دفاع يتدخل ولا زالت ودادية. الصبار كانت صعبة جدا على دفاعات لوسيس.